أهلا بيكم. في فيديو النهاردة هنجاوب على سؤال جالنا في التعليقات، والسؤال كان بيقول: إزاي الضحية تقدر تتعب النرجسي؟ الحقيقة السؤال ده ممكن يترد عليه بطرق كتير جدا وفيديوهات كتير جدا، وممكن فعلا نقدم حلول كتير واختار اللي يناسبك، لكن اخترنا النهاردة نشارككم بالحل الأقوى من وجهة نظري على الأقل. لو حضراتكم لاحظتوا هتلاقوا إننا أحيانا لما كنا بنرد على أسئلة حضراتكم في التعليقات كنا بنحط كلمة الضحية بين أقواس، وطبعا ده بيرجع لأننا أصلا ضد الكلمة دي على طول الخط، من غير مقدمات كتير ومن غير طبطبة. طول ما انت عايش مع النرجسي أو مع أي شخص مؤذي بعقلية الضحية هتفضل تتأذي وتتهان وتتحمل وتصبر. لو في حياتك شخص نرجسي ومش قادر تغيره ومش هتقدر تغيره، لازم تغير عقليتك. قوم حالا وادفن عقلية الضحية بنفسك. لو مضطر تكمل مش هيكون قدامك غير حل واحد: غير عقليتك تماما وتبص للنرجسي بعين مختلفة، عين شخص واعي. السؤال نفسه كان فيه الإجابة: طول ما انت عايش مع النرجسي بعقلية الضحية هتفضل تعبان. الفرق الحقيقي مش في اللي بيحصل، الفرق انت ازاي بتشوف اللي بيحصل. نفس الكلمة ونفس الإهانة ونفس الغدر لو سمعته بعقلية الضحية تحزن من جواك وتنهار وتنكسر. لو سمعته بعقلية إنسان واعي هتضحك وتقول لنفسك اللي بيحصل مش هيهزني ولا يخصني، كل اللي بيحصل نرجسي بيطلع عقده وإحساسه بالنقص والعجز عليا وأنا ولا يهمني. عقلية الضحية بتخلي تفكيرك كله غلط، بتسأل نفسك دايما السؤال الغلط. لما النرجسي بيأذيك بتحزن لأنك شايف نفسك ضحية، وتسأل نفسك ليه بيعمل فيا كده، وتستنى تفهمه وتستنى يتغير ويحس بيك أو يندم، وتفضل طول حياتك مستني، كأنك مستني النرجسي يبطل يكون نرجسي وتعيش جوه السجن بإيدك. السجن الحقيقي لما صدقت الكذبة اللي النرجسي فضل سنين يزرعها جواك، الكذبة إنك ما تسواش، إنك لو مشيت هتضيع، إنك لو بعدت مش هتعرف تعيش. السجن مش باب مقفول، السجن أفكار اتزرعت جوه دماغك. السجن الحقيقي هو اللحظة اللي بدأت تسأل فيها نفسك: أنا فعلا أستاهل اللي بيحصل؟ أنا فعلا قليل؟ السجن مش حيطان، السجن جوه عقلك. لو عايز تتحرر ما تستناش اللي سجنك يفتح لك الباب، مفيش حد هيجيلك يفتح لك الباب. انت ما اتولدتش مكسور، انت انكسرت. ما اتخلقتش علشان تتأذي، انت اتخلقت علشان تعيش مش علشان تتهزم. السجن الحقيقي مش هو العلاقة، السجن الحقيقي لما اقتنعت من جواك انك ضعيف وانك ضحية وانك محتاج له. انت مش مربوط بالنرجسي، انت مربوط بسجون نفسية جوه عقلك وقلبك، ولازم تهدها بنفسك. لازم تعرف انك مش مربوط بالنرجسي وبس، انت مربوط بسجون نفسية جوه عقلك وقلبك، سجون انت مش شايفها بس عايش فيها كل لحظة. سجن الذنب لما بتقول لنفسك انا السبب، انا اللي ما فهمتوش، يمكن عملت حاجة غلط، وهو ده السجن اللي بيخليك تعتذر وهو بيجرحك وتراضي اللي بيأذيك. سجن الوهم والأمل الكذاب لما بتقول لنفسك يمكن يتغير، يمكن لو صبرت شوية هيتعدل، وهو ده السجن اللي بيخليك ترضى بالقليل وترضى إن النرجسي يمن عليك. سجن الخوف لما بتقول لنفسك لو مشيت هيبوظ سمعتي ويشوهني قدام الناس، وهو ده السجن اللي بيخليك تسكت وتتنازل وتعيش مطفي علشان خايف تتأذي أكتر. سجن التبرير لما بتقول لنفسك ما كانش قصده يجرحني، وهو ده السجن اللي بيخليك تشوف الأذى وتفضل ساكت وتفضل موجود. وأخطر سجن سجن التعلق لما بتقول لنفسك أنا بحبه، أنا معرفش أعيش من غيره، وهي دي السجون اللي بتخليك تشك في نفسك وتصدق إن المشكلة فيك وتفضل عايش في سجن النرجسي. أول خطوة لازم تهد السجون دي جواك، تكسر الإدمان اللي خلاك تستنى رضاه، تقتل الصوت اللي جواك وبيقولك أنت السبب. لازم تدفن عقلية الضحية الضعيفة التايهة المخلصة اللي لازم تتحمله. لازم تشوف كل حاجة بعين جديدة، عين جديدة بتقولك أنا خلاص فاهم كل حاجة ومش هقع في اللعبة تاني. وساعتها حتى لو هتفضل في نفس المكان صدقني هتكون بقيت حر جواه. السؤال نفسه كان فيه الإجابة: طول ما انت عايش مع النرجسي بعقلية الضحية هتفضل تعبان. الفرق الحقيقي مش في اللي بيحصل، الفرق انت ازاي بتشوف اللي بيحصل.
خطورة عقلية الضحية مش إنك موجوع، الخطورة إنك بتتعود على الوجع والذل والإهانة، لأنك شايف نفسك ضعيف، شايف نفسك ضحية ومغلوب على أمرك. بتنسى إن ليك حق في الكرامة، وتبدأ تقول لنفسك أي علاقة فيها مشاكل أنا الحساس، أهو أرحم من ناس تانية. الوجع والإهانة بقوا عادي. بقيت بتفكر ليل ونهار في النرجسي مش في نفسك. بتنام وتصحى وتسأل نفسك ليه بيعمل كده. حياتك كلها بقت رد فعل، وتنسى تسأل السؤال الحقيقي أنا عايز إيه وليه سايب نفسي كده. بتصدق إنك ضعيف كل ما يقولك إنك فاشل أو مش محبوب أو محدش هيستحملك. تصدق وتعيش وانت مصدق. تصدق إنك قليل فتتنازل وتراضي وتسكت وتتحمل فوق طاقتك. تخاف تتمرد، تخاف حتى تقول لأ، لأن عقلك اتبرمج إنك لو قلت لأ هيسيبك، ولو سابك مش هتقدر تكمل لوحدك. ترضى بالذل والإهانة وتقنع نفسك إنك لازم تصبر وإنت في الحقيقة بتموت بالبطيء. عقلية الضحية بتخليك تدافع عن جلادك. كل ما يعاملك بإهانة تقول أصله تعبان، أصلا استفزيته، ومع الوقت الأذى والإهانة بقوا عادي. عقلية الضحية بتخليك تشك في نفسك. كل ما تتوجع بدل ما تقول اللي حصل إهانة وما ينفعش أسكت، بقيت بتقول أنا الحساس، أنا اللي غلطان، يمكن هو شايفني قليل. وبقيت عدو نفسك وتصدق إنه هو الطبيعي وإن العيب فيك. عقلية الضحية بتخليك تحارب اللي بيحاول ينقذك. لو حد حاول يفوقك هتدافع عن النرجسي وهتعادي اللي بيفوقك. عقلية الضحية بتخلي الإهانة جزء من يومك وبقت عادي، مش بتستفزك زي الأول، مش بتكسرك زي زمان. بقيت بتقول الحمد لله ما ضربنيش المرة دي، كويس إنه بس طنشني وما شتمنيش، هو كده هعمل إيه. وده أخطر من الإهانة نفسها، لأنك كده بتتطبع مع الذل وتسميه حب. عقلية الضحية بتخليك تعيش حياتك كلها مستني يحن، مستني يعتذر، مستني يتغير، مستني يفهمك، مستني يصلح غلطه، مستني يسمعك. وكل ده مش هيحصل لأن النرجسي مش هيتغير. الخلاصة عقلية الضحية مش بس ضعف، لكنها سجن انت سجنت نفسك فيه وبإيدك. وساعتها مش النرجسي اللي بيموتك، اللي بيقتلك بالبطيء الصوت اللي جواك وبيقولك استحمل، مفيش حل تاني. خطورة عقلية الضحية مش إنها بتخليك تتألم، الخطورة إنها بتخليك تسلم نفسك للي بيأذيك وتبرر له وتدافع عنه. أصلك شايف نفسك ضحية، غلبان، مغلوب على أمرك، ما باليد حيلة. لكن اللي لازم تفهمه كويس جدا، النرجسي بيعيش على ضعفك وبيموت أول ما بتصحى. مش لازم تصرخ أو تتخانق، كفاية إنك تصحى. انت مش قليل، وطول ما انت بتفكر بعقلية الضحية هتفضل تنداس. أول ما تفوق وتغير عقليتك وتفكيرك، النرجسي مش هيتغير، لكن انت اللي هتتغير. غير عقليتك، مش لازم تغير النرجسي ومش هتقدر تغيره. لو لسه مجبر تتعامل معاه، لو مضطر تكمل، لازم تدفن عقلية الضحية وبإيدك وتلبس عقلية تانية، عقلية أنا القائد، أنا شايفك وفهمك، أنا اللي بتحكم في رد فعلي، أنا عارف قيمة نفسي كويس ومش هسمح لكلامك ولا أفعالك تأثر فيا. ساعتها النرجسي هيخسر سيطرته النفسية عليك حتى لو لسه واقف قدامك. الفرق الحقيقي دايما مش في اللي بيحصل، الفرق انت ازاي بتشوف اللي بيحصل. نفس الكلمة ونفس الإهانة ونفس الغدر لو سمعته بعقلية الضحية هتحزن من جواك وتنهار وتنكسر. لو سمعته بعقلية إنسان واعي هتضحك وتقول لنفسك اللي بيحصل مش هيهزني ولا يخصني. كل اللي بيحصل نرجسي بيطلع عقده وإحساسه بالنقص والعجز عليا، وأنا ولا يهمني. غير عقليتك وادفن عقلية الضحية، واعتبر نفسك في سينما أو واقف تتفرج على ممثل فاشل، وكل اللي بيحصل ما يخصنيش ولا يأثر فيا. طول ما انت بتتعامل مع النرجسي بعقلية الضحية هتفضل تعبان وتفضل تنداس وتحس إنك مغلوب على أمرك. عقلية الضحية هي اللي بتخليك تشوف نفسك دايما أضعف منه، وبتخليك تشوف النرجسي قوي مؤذي وشرير وانت مسكين ومغلوب على أمرك. العيب مش في النرجسي، العيب فيك لما صدقت إنك ضحية، لما صدقت إنك قليل. النرجسي هيكمل يلعب لعبته طول ما قدامه حد بيصدقها، طول ما انت مقتنع إنك قليل. الكارثة مش في كلامه، الكارثة إنك صدقته.
لو فضلت مستنيه يتغير، لو فضلت مستنيه يحس بيك أو يندم على اللي بيعمله، لو فضلت تبرر، لو فضلت تلوم نفسك، يبقى لسه جواك عقلية الضحية اللي بتستجدي الحب. لازم فورا تبدأ تبني نسخة من نفسك مختلفة تماما، نسخة تكون قوية جدا جدا، نسخة مش محتاجة رضاه علشان تحس بقيمتها، نسخة بتقول لنفسها أنا مش قليل، أنا بس كنت مصدق كذبه وخلاص بطلت أصدقه. ومن اللحظة دي الدنيا كلها هتتبدل. العيب مش في النرجسي، العيب إنك صدقت إن من حقه يحدد قيمتك. العيب مش في النرجسي، لأن النرجسي معطوب نفسيا. لو فضلت مستني النرجسي يبطل يبقى نرجسي، يبقى أنت اللي مش فاهم. العيب الحقيقي فيك لما رفضت تشوف الحقيقة حتى بعد ما اتكررت قدامك 1000 مرة. العيب مش إنك اتأذيت، العيب إنك بررت الأذى. العيب مش إنك اتأذيت، العيب إنك ضحكت على نفسك بوهم وفضلت مستني النرجسي يتغير أو يحس بيك. العيب لما قابلت الذل بالمحبة، لما خفت من الوحدة أكتر ما خفت على كرامتك. الحقيقة اللي لازم تعرفها، النرجسي دايما بيحتاج ضحية، لكن الضحية مش محتاجة نرجسي. العيب مش في الضحية اللي اتأذت، العيب في الضحية اللي عرفت وسكتت وشافت وسمحت. كفاياك سجون، سجن الخوف، سجن الوهم، سجن جلد الذات. انت مش علاج لحد مش عايز يخف ولا عمره هيخف. انت مش كبش فدا يفضل يتذبح علشان النرجسي يعيش مرتاح. بصله وانت هادي وساكت، بس عينك بتقول اللعبة خلصت والضحية ماتت، واللي قدامك دلوقتي نسخة انت ما تعرفهاش ومش هتقدر عليها. ما ترجعش تشرح، ما تعتذرش عن قوتك، ما تخافش من سكوته، ما تنكسرش من بروده، ما تجريش ورا تفسير لجنونه. اطلع من تحت التراب اللي دفنك فيه وتقوم وتلبس روحك الجديدة وتقول لنفسك أنا كنت أسير، لكن دلوقتي عادي جدا ممكن أسيبك. تمرد علشانك وعلشان نفسك ولنفسك وبنفسك، وادفن عقلية الضحية اللي كانت بتستناه يمن عليها بالفتات، واعرف قيمة نفسك كويس. اكسر الصمت واقتل الخوف من نظرته ومن زعله ومن بروده، وبص في المراية وشوف الإنسان اللي كان نايم بس صحي، الإنسان اللي كان مربوط وفك نفسه، الإنسان اللي كان بيخاف يزعله بس دلوقتي ممكن جدا يزعل شيطانه لو لزم الأمر. ما تستناش إجابة، ما تستناش يعترف بأذيته، ما تستناش يبصلك نظرة ندم، ما تستناش يجي يوم يعتذر، ما تستناش يرضى عنك، ما تستناش حتى يفهمك. ادفن عقلية الضحية وقول لنفسك عادي جدا أخسره وأنا ببتسم، لأنك هتكون كسبت أغلى إنسان في الدنيا، كسبت نفسك. صوتك يرجع لك وعقلك يصفى وصمتك يكون سيد اللحظة، وإحساسك بقيمتك ترجع لك تاني. تمرد مش علشان تنتقم لكن علشان تعيش. تمرد دلوقتي مش بكرة، مش لما تتأكد، مش لما يجيلك الشجاعة. الشجاعة هتجيلك بعد أول خطوة مش قبلها. تمرد علشان نفسك، علشان ترجع نفسك القديمة. لو مش قادر تهد السجن وتخرج من العلاقة، تمرد جوه عقلك وادفن عقلية الضحية بنفسك وبإيدك، وعيش بعقلية إنسان واعي قوي وفاهم، وقول لنفسك كل لحظة اللعبة خلصت.